إخوان السلام عليكم. أكيد غادي تكون تفرجتي في الماتش ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب الإسباني، ما فيهاش شك، وكاملين شفنا الأداء الخيالي ديال المنتخب المغربي. بالرجولة كنا زامطينهم في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني طارق السكيتيوي ما بغاش يدير لي شونجمون، ما بغاش يبدل ولا لعاب واحد. ما فهمتش انا شنو النظره ديالو. انا بعدا شخصيا كنت كنقول زعما كيفاش كيفكر هاد السيد هذا، وبدل صاحبي هذاك بن صغير ولا شي واحد من الدراري اللي عياو الزلزولي، راه بانت فيه لافاشي، واخا عطى بزاف بان الاداء ديالو. كاين ليف ديالو دفاع ديفونس اتاك ميليو، كلشي عطا فيه الدق، كلشي فيه خلى اللمسه ديالو. ولكن للاسف جابوا عندنا البيت الاول التعادل، وزادونا البيت الثاني هو اللي غادي يزمطونا به، وبقاو مكسلين مجرجرين به حتى لا فان دو ماتش. ولكن ماشي هنا فين كاين الاشكال كاين عاوتاني في حكيمي. عاوتاني خرج بواحد التصريح مبلبلها ازير. كيفاش مبلبله؟ مبلبله اخونا. واش على ود خونا لامين يامال؟ وقالوا اخوان شي صحافه اسبانيه للمره الثانيه كيعطاكيو في اشرف حكيمي. كاملين عارفين حنا بلي اشرف حكيمي زايد وكابر وعاش وطرعرع في الاسبان، يعني السبليون تيعرفوه مزيان، عارفينه فين ساكن كيحضيوه. هو اصلا تيدوي بالسبليونيه بطلاقه، الثقافه ديالو سبليونيه باش نكونوا واقعيين، يعني خلينا من العاطفه وكذا. هو مغربي كذا، ولد واتزم، ولد القصر الكبير، لعيبات عارفين اللي كاين، ولكن هو راه كابر في السبليون. باش نكونوا الاخوان واقعيين، راه تيدوي بالاسبانيه بفصاحه اكثر ما تيدوي بسميتها بالمغربيه ولا بفرنسي ولا بانجلي. اخوان الصحافه الاسبانيه بقاو مقيمين عليه، تشتو قطي، وقالوا ليه اش بان ليك في البلان اللي دار لامين يامال. ما لقى ما يقول. اول حاجه بقى مصدوم، ثاني حاجه قال لهم انا مع حريه الاختيار. كيفاش زعما؟ لهم انا راه مع حريه الاختيار، فهموها كيف ما بغيتو، يعني الواحد يختار اللي بغى. وفي نفس الوقت حاول انه يحشي واحد الميساج انديريكت لامين يامال. علاش؟ لانه كان عارفو غادي زعما يقدر يلعب في الماتش ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب الاسباني، فبغى بانه زعما بحال يبرمجو ولا اتاكيه نفسيا. حنا فهمنا البلان ديال اشرف حكيمي. كيتقن هاد اللعيبات هادو، معروف عليه من يامات كان في مدريد. ابري مني داز دورتموند هو كان تيدير، يعني الا رحتو حتى في الماتش دابا ديال اليوم راه دارها لداك الكارديان ديال المنتخب الاسباني، راه هو عشيرو، راه تيعرفو، راه اصلا كيلعب معاه في بي اس جي وتيعرفو مزيان. وزعما عشيرو، يعني تلاقى هو وياه بحال الشكل ديال مبابي وكذا، مقرب ليه مزيان كيف تنقولوا حنا. ومع ذلك ما عقلش عليه، مشى كيأثر عليه نفسيا قبل ما يقاردي البينالتي. فهذاك الشيء اللي بغى يدير اشرف حكيمي. يعني فاش وقفوا عليه الصحافه على غفله، قال لهم لامين يامال داكشي اللي دار صافا، ولكن كتبقى حريه الاختيار لكو، زعما له واسع النظر. هادشي اللي بغى يقصد. ولكن الميساج اللي غادي يحشي ليه ماشي هو هذا. الميساج اللي غادي يحشي ليه هو يقول ليه دائما كيبقى الاصل والباقي تقليد. زمطوا بهاد اللعيبه هادي، قالوا ليه بالسبليونيه. ولكن المهم هذه الترجمه ديالها، حنا ما ترجمناش داكشي لغويا، ولكن هذا هو المبتغى اللي بغى يصيفط في هذاك الميساج. هو يعني كيقول ليه باللي راك انت نسيتي الاصل ديالك، نسيتي انت مغربي، انت مازير ديالك، نسيتي الجذور ديالك، وانت باينه فيك الوين. ما يمكنش تكون صحراوي، زعما ما يمكنش تكون اسبليوني وانت باينه فيك غتكون صحراوي. يعني بلا ما تحاول تغمق على الدوله الاسبانيه ولا تغمق ميم تاع الدوله المغربيه بانك راك انسان سبليوني، ولا راك عايش انت بصح عايش تما، ترعرعتي تما، كبرتي تما، قراوك تما فري. كان ما كنكروش الخير. تعلمتي كره تمايا، قراو لك كره تما، درستيها تمايا، شديتي السوفت سكيلز ديالك تمايا. اكيد هادشي هذا ما نسيناش، ولكن انت نسيتي واحد الحاجه مهمه اللي هي الاصل والجذور ديالك والثقافه ديال الاب ديالك. سافري كاين مشكل مع الاب ديالك، مشى حارق، وبليتو مشى معذب، زعما ما مشاش بطريقه مزيانه، تكرفص، حقد. هادشي كيتفهموه المغاربه، وحنا عارفين زعما شنو كاين هنا. يعني ما تنقولوش حنايا راه هنا عايشين في النعيم ولا عايشين في الجنه، لا لا، حنا واقعيين. حتى حنا ما عجبناش الحال، حنا كذا الظروف كذا. بزاف د الحوايج كانوا دابا كتشوفوا غلاء الاسعار، شويه دابا ديال الجفاف، من الدوله شي لعيبات كدير اخطاء كبار. هادشي هذا ما تنكروش. والاب ديال لامين يامال، زعما حنا واخا هكا كنساندوه، يعني زعما الراي ديالو يحترم،
الا كان هو اللي شجع ولده انه يختار المنتخب الاسباني، فاحنا كشعب مغربي ما كنقصوش من هذا الراي هذا. بالعكس، احنا دائما نسميوها حريه التعبير. المهم حتى حريه الاختيار، عنده حتى الحق يختار. غير هو تيقول لك الحريه التعريف ديالها هي ان تختار ما تشاء ولكن في حدود الاخرين. انت يا الاخر بالنسبه لك حاليا اللي هي الدوله المغربيه، انت ما احترمتيش صراحه. زعما كشعب مغربي ما احترمتيش. علاش؟ فجواب اللي هو واضح وضوح الشمس في النهار. الجواب تري كلير واضح جدا. انت مغربي، خاصك تختار التمثيل ديال المنتخب المغربي. فاشرف حكيمي في هذه الندوه الصحفيه، ولا عذرا ماشي الندوه، هو غير كان بحال شي استطلاع ولا استجواب، شي استجواب كان فجائي على غفله. تلقاو ليه. وراكم عارفين الصحافه هما كيبغيو يزيدوا فيه، يعني كيحاولوا يستفزوا داك الشخص، كيخليوه انه يقول شي حوايج. أه بعض المرات لا تحمد عقباه، بعض المرات ما يقدرش الواحد انه يسيبورتي هذاك الكلام اللي تيقول. يعني من بعد تقدر تنادم معك الحال، ولا سي سيرمون غيتنادم معك الحال، ماشي غير تقدر. علاش؟ لانه هما تيلعبوا لك على المشاعر. واشرف حكيمي هو عارف هاد القوالب هادو، لان حتى هو تيديرها، حنا تنعرفوه. تيمارس هو هاد شنو نسميوهم، هاد لي براتيك، هاد لا اخلاقيات في الكره كتعتبروا لا اخلاقيات، ولكن هو يعني من الناحيه اللي اخرى كتعتبر واحد شويه ديال الدهاء، شويه ديال الذكاء، شويه ديال المكر، شويه ديال فوالا شي حوايج بحال هكذا. يعني دي تكنيك نسميوهم، كيتسموا دي سكيلز ولا مهارات كيتقنهم اشرف حكيمي. فهو كان لوبجيكتيف ديالو هو يحشي عليه ان ميساج انديريكتومون ياثر عليه بسيكيكمون في لو ماتش، باش حنا نغارديو داك لو ريتم ديالنا ونضربوهم نزمطوهم. راكم عارفين يعني حنا الهدف ديالنا في الاخير شنو هو. ولكن المغاربه ما غاديش يعجبهم الحال، لانه بحال قلتي كي اتاكي في ولد بلادو. وهو سيفري دار الغلط، ما اختارش ما مثلش البلاد ديالنا. متفقين من هاد الناحيه هادي. ولكن عاوتاني صافي، بلا ما تبقى يعني صافي راه اللي طرا. شي واحد من تيغلط وتيدير شي حاجه في الاخر كتقولوا طرا هادشي اللي عطا الله راه عطاه. اش نبقاو حنايا نمشيو لهاد السيد نبقاو نلوموا فيه طول الحياه ونعقدوا؟ صافي خويا، عيش حياتك، تهلا في والديك، جي خويا انفيستي، استثمر في البلاد، خدم الشباب، بني اخويا الديور، حرك لي القطاعات، ليفريزون، البني، الحديد، السدور، تريبور، كلشي يتحرك مزيان. شي اللي درت، شي اللي دارها بحال هكذا، راه هذا هو الربح حنا عندنا كمغاربه. صراحة يعني كورة راه واخا هكاك راه كيبقى غير واحد المجال اللي هو ترفيهي بالنسبة لينا حنايا. كنفوجوا به فيه، كنعبروا فيه على واحد الانتماء ديالنا، كنعبروا فيه واحد الاحاسيس، واحد اش كيتسموا مبتغيات ديالنا، شنو بغينا شنو ما بغيناش كذا كذا. سي فري هادشي هذا متفقين عليه، سورتو ملي كنلعبوا مع دي بي اللي هما بحال هكا الاسبان، لا فرنسا، الجيري. بارفوا حتى هي كتنوض داك الشعله داك الشعله الاحساسيه. يعني الواحد كيبدا كيشعل من الاخر. فهاد الشيء اللي كاين الاخوان. ما كتابش نتاهلوا، ولكن حنا دائما غنبقاو في الطوب. حنا كمغاربه دائما الطوب كرويا. ما تنساوناش الاخوان بواحد الدعم، ديروا لنا واحد لايك وسبسكرايب، وتبارك الله عليكم.